انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز الأهلي على بيراميدز والاقتراب من التتويج بالدوري، ويسخر من الزمالك. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على بيراميدز ليواصل الأهلي انتصاراته للمباراة ال15 على التوالي، ويرفع رصيده إلى 66 نقطة ليقترب من حسم لقب الدوري. وهذا الذي جن جنون الإعلام الزملكاوي عمرو أديب، الذي قال: يا جماعة الأهلي ايه يا جماعة، هو مفيش حد بيفوز كده على طول. الأهلي ده وصل للمباراة 15 على التوالي، لا بيخسر ولا بيتعادل، وللمرة التانية بيفوز على بيراميدز. وهذا يؤكد ان النادي الأهلي لا يعرف المستحيل أبدا، فالأهلي أتى من بعيد. فكل الإعلام المصري والإعلام الزملكاوي كانوا بيدعموا بيراميدز وبيقولوا ان بيراميدز هيفوز بالدوري، لكن للأسف كل اللي بيحصل ان الأهلي فاز عليهم في المباراة التانية برضو، وبيأكد فوزه على بيراميدز. الأهلي خلى بيراميدز ما بقاش شايف قدامه خالص، وعمال يضرب فيه شمال ويمين. فاز عليه السنة اللي فاتت في نهائي الكاس، وأيضا في نهائي كأس السوبر، والسنة دي بيضربه بالقضية وخلاص بيقوله الدوري ده بتاعي أنا. يا جماعة الأهلي ده مفيش زيه، مفيش حد يجي يقول لي الدوري لسه في الملعب. بصراحة الأهلي علم على بيراميدز وعلمه الأدب واداله درس مش هينساه طول تاريخه. اللي إدارة بيراميدز كانت بتتحدى النادي الأهلي وراحت تغلي التذاكر على جماهير النادي الأهلي، وبالرغم من كل ده جماهير الأهلي راحت واشترت كل التذاكر، والأهلي فاز عليهم برضو. عايزة أوصل رسالة لملاك بيراميدز: اوعوا تدخلوا نفسكم في صراع مع النادي الأهلي، سواء كان بره الملعب أو جوه الملعب. كده كده هتخسر. الأهلي موهوب في الصراعات وبيعرف ازاي يكسب بره وجوه الملعب. بصراحة يا جماعة أنا مش شايف إلا ومش خايف إلا على الزمالك في ماتش السوبر اللي هيتلعب في السعودية يوم 27 سبتمبر، والمباراة على كأس السوبر الإفريقي. يعني الزمالك استحالة ينفع ينسحب، هيلعبوا الماتش يعني لازم يلعبوا الماتش. وشوفنا امبارح لعيبة الزمالك عمالة تتخانق مع المدربين ومع نفسها كمان، ومفيش أي احترام. أنا عايز أسمع بس صوت ميدو دلوقتي، إيه إحساسه لما الأهلي خلاص بدأ إن هو بيقول أنا اللي هكسب الدوري وخلاص. ميدو انت بتعمل ايه؟ لعيبة الزمالك القدامى والاعلام الزملكاوي اللي كانوا بيتغنوا بالبيراميدز وبيقولوا بيراميدز اللي هتكسب، وهيقولوا انا هحلق شعري على الهوا. يا ريت يا ميدو نشوفك وانت طالع وبتحلق شعرك دلوقتي. الاعلام المصري انا مش عارف بيشجعوا بيراميدز على ايه بالظبط. في ايه يا جماعة؟ عايزين الاهلي يخسر الدوري ليه؟ ولا علشان بيراميدز ياخد بطار الزمالك من الاهلي؟ وكده اقدر اقول مبروك لجمهور النادي الاهلي بالتتويج بالدوري. وانا والله ما بقيت عارف ده رقم 44 ولا 46 ولا ال50. احنا ما بقيناش نعد، احنا الزملكاوية ما بناخدش دوري علشان نعرف هو رقم كام.